إيسي هيودو طالب وحيد ومحب للمشاكل، شوية بيلاقي أخيرا بنت مزة لدرجة إنها بتقتله بطعنة مميتة في أول ميعاد غرامي ليهم، لكن بتيجي وريثة شيطانة فاتنة وبتبعته للحياة من جديد. مهمته إنه يحارب أعدائها بالنهار ويلبي طلباتها بالليل. هو بيقول إنه مستعد يعمل أي حاجة عشانها طالما ده هيبسطها. كل حاجة بتبتدي لما إيسي وأصحابه المشاغبين بيتخيلوا إنهم بيتفرموا تحت حريم بمقاسات ضخمة وهم صاحيين في نفس الوقت اللي فيه مجموعة بنات بتعدي من قدامهم في المدرسة. إيسي بيشتكي بمرارة إنه كان نفسه يلاقي صديقة حلوة قبل سنة التخرج من الثانوي، بس لسه هو قائد الشلة المفقودة الأمل من المشاغبين. فجأة بيلمح رياس جرياموري رئيسة نادي أبحاث الظواهر الخارقة وبينجذب ليها فورا، بالرغم من إنه عارف إن بنت من طبقة راقية زيها عمرها ما هتبص لواحد زيه. بعد كده في نفس اليوم وإيسي عمال ينوح على كوبري عشان ملوش صديقة، بتقرب منه بنت غريبة بتعرف نفسها بخجل إنها يوما أمانه وبتكشف إنها معجبة بيه عشان هو عمره ما شافها قبل كده. بيتفاجئ جامد بالاعتراف ده. تاني يوم إيسي بيقدم يوما بفخر لأصحابه موتوهما ومتسودة على إنها صديقته الرسمية، وهما بينادوه بالخاين عشان ساب إخلاص العزوبية. بعد الحصص يوما بتعزم إيسي بخجل على خروجه وهو بيوافق بفرحة، فاكر إنه أخيرا هيوصل للي يتمناه. عشان كده الصبح تاني يوم بيروح على الميعاد بدري جدا عن العادي من كتر الحماس، وهو مستني صديقته بنت غامضة لابسة لوليتا قوطية بتديله منشور غريب وبتقول إنها هتنفذ أعمق أمنياته لو استدعاها. قبل ما إيسي يستوعب بتوصل يوما وبتنطفي الفكرة من دماغه. من هناك بيروحوا يتسوقوا وبعدين بيقفوا عشان ياكلوا حاجة خفيفة، وإيسي بيدرك قد إيه هو محظوظ إن عنده صديقة لطيفة زي يوما. وهم ماشيين مروحين وقت الغروب إيسي بيمسك إيد يوما وهي بتبادله ابتسامة خجولة قدام نافورة في الجنينة. فجأة بتقوله إنها عايزاه يعمل حاجة مخصوص عشان يحتفلوا بأول ميعاد ليهم، وهو فاكر إنه أخيرا هيتخلص من العزوبية. إيسي بيقول إنه هيديها كل اللي هي عايزاه، بس هي فجأة بتطلب منه إنه يموت عشانها. فجأة يوما شكلها بيتغير وبتتحول لملاك ساقط بجناحات سودة، وده بيخلي إيسي يحس بالخوف أكتر من الإثارة. وهي بتستدعي رمح من النور، يوما بتقول لإيسي إن وقته خلص وبتطعنه بوحشية في بطنه، وإيسي الدم بيبدأ يسيل منه. يوما بتقوله ببرود إنه لازم يلوم الحاكم عشان زرع في جسمه السيكريت جير، القوة المقدسة. بعد ما بتخلص مهمتها يوما بتطير وبتسيب إيسي لوحده في الجنينة عشان ينزف ويموت. دلوقتي ياسي بس بيبص على ايده الحمراء القرمزية اللي بتفكره بشعر رياس، وده بيخليه يتمنى انه يقدر يشوفها مرة أخيرة قبل ما تكون دي نهايته. فجأة المنشور اللي كان في جيبه بينور وبتظهر قدامه دايرة سحرية بتلمع. لدهشة إيسي رياس بتطلع من الدايرة وبتقوله إنها هنا عشان تنقذه، بس من دلوقتي هو هيعيش عشان يخدمها هي وبس. الصبح تاني يوم إيسي بيصحى في أوضته فاكر إن اللي حصل كان مجرد حلم، وهو محتاس بيروح على أكاديمية كو، بس لما بيقابل أصحابه هم مش فاكرين أي حد اسمه يوما، وهو محتار. إيسي بيقرر إنه يروح يسترخى مع أصحابه، لكنه بيتخض لما نظره بيبقى حاد وواضح جدا لدرجة إنه بيقدر يشوف تفاصيل بعيدة. إيسي بيقرر يرجع البيت، بس وهو في الطريق بيكتشف إنه يقدر يسمع الناس من على بعد أميال. وهو بيدور على إجابات بيروح على الجنينة اللي حصلت فيها الأحداث. بعد ما بيتأكد إن اللي حصل مع يوما ما كانش مجرد حلم، فجأة بيظهر راجل بلاطه طويل من العدم، وده بيخوف إيسي جدا لدرجة إنه بيحاول يهرب، بس في الآخر بيطعن برمح نور سحري. إيسي بيقع على ركبه وبيدرك إن الوجع ده أسوأ من لو كان اتخبط في أماكن حساسة. لما إيسي بيلمس الرمح بيصرخ أكتر من الوجع، والراجل بيكشف إن سلاحه مصنوع من النور، وده سم على اللي من نوع إيسي. في اللحظة اللي فيها كان على وشك يرمي رمح تاني على إيسي، رياس بتظهر من دايرة سحرية وإيسي بيفقد الوعي. الراجل بيحاول يهاجم رياس اللي بيتلقى حماية من 2 من خدمها. في اللحظة دي المهاجم بيدرك إنه وش في وش مع رياس من عائلة جراياموري. هو بيوقف الهجوم بتاعه فورا وبيكشف إنه ملاك ساقط اسمه دهناسك. رياس بتقوله بأدب بس بحزم إن لو مد إيده على إيسي عمره ما هيشوف نور الشمس تاني. دوناسك بيعترف بقوة رياس، بس بيحذرها إنها لازم تخلي خدمها تحت السيطرة قبل ما ينسحب. تاني يوم إيسي بيصحى وبيتفاجئ لما بيلاقي رياس نايمة جنبه في السرير وهي من غير هدوم، ولسه بيفكر إن ده حلم سخيف. رياس بتأكد إن مقابلته مع يوما والأحداث اللي حصلت من ساعتها حقيقية جدا، بس الأهم إنها شيطانة وهي دلوقتي مالكة روحه وجسمه. قبل ما يقدر يستوعب أي حاجة إيسي بيسمع صوت أبوه وهو جاي، فبيحاول يخبي رياس تحت الملايات، لكن محاولته بتفشل. لما الباب بيتفتح أبوه بيلاقي ابنه مع واحدة جذابة جدا في سريره. الباب بيتقفل بسرعة. إيسي بيسمع أبوه وهو بيقول لأمه إن ابنه معاه بنت بمقاسات ضخمة في السرير. في اللحظة دي إيسي بيدعي إن نيزك يدمر بيتهم عشان ما يتعرضش للإحراج من أهله. فجأة أفكاره بتتحول لموضوع أكتر إلحاح، وهو بيتساءل إذا كان إيسي الصغير قدر يستكشف كهف رياس وهي نايمة ولا لأ.
في الوقت ده رياس بتلبس زيها المدرسي وبتقوله إن جسمه قوي جدا لأنه قدر يتعافى بسرعة بالرغم من الإصابة المميتة. يسي وهو محتار بيسأل رياس إزاي قدر ينجو من هجوم بالخطورة دي، وده بيخليها تكشف إنها شاركت طاقتها السحرية معاه. ولسه يسي هيحتفل بالانتصار الكبير ده بيفتكر إن رياس قالت له إنها شيطانة، بيسألها إذا كان الموضوع ده مقلب ولا إيه، فهي بتضحك بتقول لإيسي إن كل اللي محتاج يعرفه دلوقتي هو إنها سيدته. في الأكاديمية الكل بيبص لإيسي بحسد وهو ماشي جنب رياس. أول ما بيروح فصله إيسي بياخد بوكس من ماتسودا اللي بيسأله بغضب هو ده على أي حاكم عشان يقدر يتنفس نفس الهواء اللي بتتنفسه رياس اللي محدش يقدر يوصل لها. بالرغم من إنه اتضرب، إيسي بيحكي لأصحابه بفخر إنه قضى مع رياس في ليلة واحدة أكتر مما عمل أي راجل تاني. في الوقت ده رئيسة مجلس الطلبة سونا سيتري بتقول لرياس إنها متخيلتش أبدا إن حد زيها هيضم حد زي إيسي هيودوا للحاشية بتاعتها. رياس نفسها مش بتدي تفاصيل كتير عن سبب ضمها لإيسي، فبترد على سونا إنها حاسة إن بقى ليها أخ صغير لطيف. سونا بتتساءل يا ترى إيه اللي بيحصل هنا، بس بتقرر إنها متتكلمش. بعد الحصص إيسي هيودو بيستنى رياس بفارغ الصبر عشان تندهله، لكن بيستقبله أحسن ولد في المدرسة يوتو كيبا. كيبا بيقرب منه وبيقول له إن رياس عايزة تتكلم معاه في مبنى المدرسة القديم. في الوقت ده معجبات كيبا بيضايقوا لما بيشوفوا حد وسيم زيه بيتكلم مع مشاغب زي إيسي، وده طبعا بيغضب البطل. بعد ثواني بيوصلوا لنادي أبحاث الظواهر الخارقة، وإيسي بيلاقي بنت صغيرة اسمها كونيكو توجو. بيبدأ يتخيل معاها لما بتستقبله نائبة الرئيس بمقاسات مبهرة. البنت بتعرف نفسها إنها أكينو هيميجيما، وبتأكد له بخجل إنه عادة بيكون أقل إحراج من كده بكتير. في الحقيقة دماغه بتخلق تخيلات فيها أكينو ورياس بيعملوا حرب مخدات. أول ما بتوصل رياس كلهم بيقعدوا عشان يتكلموا بجدية. هي بترحب بإيسي كأحدث عضو في نادي أبحاث الظواهر الخارقة، لكنها بتضيف بسرعة إن النادي ده مجرد واجهة خاصة للشياطين اللي تبعها. إيسي بيسأل وهو متفاجئ إذا كان كل اللي في الأوضة دي شياطين، ورياس بتأكد ده وبتعلن إن الراجل اللي قابله في الجنينة كان ملاك ساقط اتطرد من السماء بسبب أخطائه. ومن ساعتها الملائكة الساقطين بيستمروا في مهاجمة البشر والشياطين عشان يتخلصوا من أي تهديد ممكن، لكن الشياطين هم اللي بيعانوا أكتر لأنهم كمان هدف للملائكة اللي بيبعتهم الحاكم. بعد ما بيستقبل كل المعلومات دي مرة واحدة، دماغ إيسي بالعافية بتعرف تستوعبها. رياس بتوريه صورة ليوما وبتأكد بهدوء إن اللي كانت مفروض حبيبته دي حقيقية، بس اسمها الحقيقي هو ري أينار. لما إيسي بيسألها تعرف إيه عنها، رياس بتوضح إنها ملاك ساقط من نفس مجموعة دهناسك، وهو لسه محتاس. يسي بيذكر إن أصحابه مش فاكرينها خالص. رداً على كده رياس بتكشف إن ري إينار استخدمت قواها عشان تمحي ذكريات ماتسودا وموتوهاما زي ما هي نفسها عملت الصبح ده مع أهل إيسي. رياس بتحكي لإيسي هيودو إن مهمة ري إينار كانت إنها تتخلص منه عشان كانوا شاكين إنه مخبي جواه حاجة خطيرة اسمها سيكريت جير، القوة المقدسة. في اللحظة دي إيسي بيفتكر الطعنة اللي خدها برمحه النور لأنها كانت فاكرة إنه معاه القوة دي. أكينو هيميجيما بتتدخل وتوضح إن على مر التاريخ السيكريت جيرز دي اتنقلت لبشر أقوياء، وهي أسلحة جبارة لدرجة إنها بتمثل تهديد للشياطين والملائكة الساقطين على حد سواء. عشان تختبره رياس بتطلب من إيسي يرفع إيده ويتخيل أقوى كائن يقدر عليه عشان يحاول يظهره. للأسف عقله بيرجع يسرح تاني في أفكار مش كويسة وبيفشل في الاختبار. لما بيستسلم في الآخر رياس بتأكد له مفيش داعي للاستعجال. إيسي اللي لسه حاسس إنه عديم الفايدة بيصر إن أكيد فيه غلط، لأنه شايف إن واحد زيه بيقضي أغلب وقته بيتفرج على الأنمي مش ممكن يكون مهم. بس رياس بتقوله مفيش غلط، وبتشاور لأن الملائكة الساقطين شافوه بوضوح إنه تهديد كافي عشان يحاولوا يتخلصوا منه مرتين. إيسي بيسأل بقى إزاي هو لسه عايش لو فعلا نجحوا في قتله. رياس بتمسك المنشور الغريب اللي كان استلمه قبل كده في الميعاد، وبتكشف إن إيسي في آخر لحظاته ناداها من غير ما يعرف عن طريق دايرة الاستدعاء دي، وهي استجابت وبعثته للحياة من جديد كشيطان من عائلة جراياموري. لما بتطلع له جناحات خفاش إيسي بيتقبل أخيرا حقيقة إنه دلوقتي شيطان. رياس بتكمل شرح إن الشياطين من الطبقات الأقل بيكتسبوا قوة عن طريق عقد اتفاقات مع البشر، لكن في العصر الحديث الناس ما بقتش بتعمل الطقوس المعقدة للاستدعاء. عشان يواكبوا العصر الشياطين دلوقتي بيستخدموا المنشورات دي كدوائر سحرية عشان يتواصلوا مع البشر اللي يائسين كفاية إنهم يطلبوا المساعدة. هي بتدي لإيسي مجموعة من الدوائر السحرية دي وبتبعته يوزعهم بالعجلة في المدينة. بعد ما بيستقبل كل المعلومات إيسي بيتبعت عشان يخدم أول عميل ليه كان المفروض في الأصل لكونيكو توجو. لما بيوصل لبيت العميل الراجل بيفتح الباب، بيبص على إيسي وبيبان عليه خيبة الأمل فوراً. بالرغم إن الراجل ده فظ وشكله مخدش دش بقاله أسابيع،
ESC بيسأله بصبر لو كان محتاج مساعدة. الراجل بيرد إنه كان مستني واحدة ست جذابة وبيأكد إن ESC مش حلو حتى في المنظر. مع مرور الليل ESC بيصاحب العميل البائس ده لأن الاتنين حاسين ببعض بسبب حظهم الوحش مع الستات وبسبب الرفض المستمر. بعد مهمة الاتفاق الفاشلة ESC بيرجع البيت بالعجلة، بس في الطريق بيحس بحاجة غريبة في الجو. بيلف وبيشوف ملاك سائط تاني بجناحات سودة، بتعرف نفسها إنها متلت وبتطير فورا عشان ترمي عليه رماح نور عشان تقتله. وهو رافض إنه حد ينقذه تاني ESC بيقفل عينيه وبيركز بقوة وبينجح في إنه يشغل السيكريت جير بتاعه لأول مرة، وبتظهر قفاز أحمر على دراعه. في اللحظة اللي بيظهر فيها القفاز ميتلت بتتصدم لما بتعرف القوة وبتختفي من غير ما تحارب. ESC بيحكي اللي حصل لرياس بعد كده، لكن بدل ما تمدحه بتوبخه بشدة لأنه كان متهور وتصرف لوحده قدام عدو خطير. ESC بيتقبل النقد في صمت وبيرجع البيت وهو مصمم إنه يتحسن. تاني يوم ESC لسه بيفكر في كل اللي قالته رياس وهو ماشي تايه في المدينة. فجأة بيخبط في بنت وقبل ما يقول أي حاجة بيلمح وده بيخليه يغمى عليه من الإثارة. بعد ما حافظ كل تفصيلة من جسم آسيا أرجنتو ESC أخيراً بيطلع من أحلام اليقظة دي وبيقرر إنه يساعدها بجد. في اللحظة اللي عنيهم بتيجي في عين بعض عقله وجسمه بيفهموا تماماً إنها بالظبط النوع اللي هو بيحبه. آسيا بتطلع ساذجة شوية وبتسأله عن الاتجاهات وبتوضح إنها تايهة في المدينة. وهم ماشيين مع بعض هي بتقول بشكل عابر إنها اتكلفت مؤخراً إنها تروح الكنيسة المحلية وإنها سعيدة إنها قابلت شاب لطيف. خلال كلامهم بتشوف طفل مصاب على جنب الطريق وبتجري عشان تساعده. ESC بيراقب وهو مش مصدق إزاي بتستخدم سحر الشفاء عشان تعالج الطفل، لكن فجأة بيحس بوجع حاد بيخترق إيده. آسيا بتعتذر فوراً وبتوضح إنها متنعمة من الحاكم وإن قوتها الشافية أحياناً بتأثر على اللي حواليها. بعد دقايق لما بيوصلوا الكنيسة بتعزم ESC إنه يدخل عشان تقدر تشكره زي الأصول، بس في اللحظة اللي بيبص فيها على المبنى جسمه كله بيتفاعل وهو بيرتعش من الوجع من راسه لرجله. وهو مرعوب بيعتذر بأدب وبيوعد إنه هيحاول يزورها في وقت تاني. آسيا بتبان عليها خيبة أمل بسيطة بس برضه بتبتسم وبتقول له يجي يزورها لما يقدر. وهو ماشي مش قادر ما يفكرش إن آسيا أرجنتو طيبة زيادة عن اللزوم لمصلحتها. بس لما بيقابل رياس جرياموري بعد كده هي بتحذره إنه ما يقربش من الكنايس تاني لأن الأماكن دي ممنوعة على الشياطين. عشان توضح وجهة نظرها أكتر رياس بتشرح إن لو فضل يتردد على ناس الكنيسة هيتم القضاء عليه لأن طرد الأرواح بالنسبة للشيطان معناه الموت التام. ESC وهو مرعوب بيوعد فوراً إنه هيبعد عن أي مبنى عليه صليب. بعد كده في الليل ESC بيفضل قاعد متضايق في أوضة النادي لحد ما بتيجي أكينو هيميجيما وبطريقتها المعتادة الساخرة بتقدم له بيجامة برجول. ولما الأمور بتبدأ تبقى غريبة رياس بتدخل وأكينو بتغير الموضوع بسرعة وبتخبر إنهم لازم يتصرفوا مع شيطان ضال. وهم في الطريق للمهمة المجموعة بتشرح لإيسي إيه هو الشيطان الضال ده وبيكشفوا إن في شيطان أحياناً بيخون سادته عشان يعيش زي ما هو عايز. أكينو بتكمل إن اللي هيواجهوه دلوقتي معروف إنه بيجذب الناس لمبنى مهجور قبل ما يلتهمهم. رياس بتقول لإيسي يركز كويس عشان يتعلم إزاي الشياطين اللي عندهم خبرة بيخوضوا المعارك. المهمة بتتحول لغريبة لما بيظهر فجأة ضخمان من الضلمة وده بيخلي إيسي مشتت ومش عارف يفكر بوضوح. رياس بتحدد العدو على إنه شيطان رؤى هرب من سيده وفسدت أخلاقه بسبب رغباته الخاصة. الموقف بيسوء بسرعة لما الشيطان المارق ده بيشغل مصايد وده بيخلي إيسي مصدوم من إهدار جسم زي ده في وحش. كيبا بيهاجم الأول وبيقطع ذراع العدو في لمح البصر في الوقت اللي فيه رياس بتشرح إن كيبا هو فارسها ومتخصص في السرعة. بعدها بفترة قصيرة كونيكو توجو بتدخل وبتوري قوتها المذهلة وده بيخلي رياس تأكد إن كونيكو بتلعب دور القلعة روك المعروفة بقوتها العظيمة ودفاعها اللي ما بيتهزش. لما الشيطان الضال بيحاول يهاجم رياس إيسي غريزيا بينط ويحميها من غير ما يفكر مرتين. بعدها على طول أكينو بتخلص على خصمها باستخدام قوى البرق بتاعتها وبتثبت دورها كملكة كوين. وفي الآخر رياس وهي بتشتغل كملك كينج بتمحي الشيطان الضال بالكامل وبتنهي المعركة. لما الدنيا بتهدى إيسي بيسأل إيه هو دوره هو وبيقولوا له إنه بيردق وهو أقل قطعة في الفريق. اللقب لوحده بيحبطه جدا وبيقضي اليوم اللي بعده وهو متضايق حاسس إنه خسران ومرفوض. في الآخر بيتخصص له شغل اتفاق لوحده. لما بيوصل لبيت العميل بيحس بخوف شديد بس بيفتكر إن رياس حذرته إن لو منفدش الاتفاق هي هتزعل وهو مش عايز يفشلها. بيجبر نفسه إنه يدخل لوحده لكن بيلاقي الأرض متلطخة بالدم وفجأة بيلاقي نفسه قدام راجل اسمه فريد سيلسن وهو كاهن مارق وعضو في منظمة ترضين الأرواح. في اللحظة اللي بيشوف فيها إيسي فريد بيفقد عقله وبيبدأ يتكلم بغضب عن قد إيه بيكره الشياطين. فجأة آسيا أرجنتو بتظهر من أوضة قريبة وبتتفاجئ لما بتشوف إيسي اللي وهو متجمد من الخجل بيكشف إنه شيطان بالرغم من إنه ما كانش قصده يكذب عليها أبدا.
آسيا عينيها بتتملي دموع، وقبل ما فريد يقدر يتفاعل هو بيسخر منها لأنها صدقت إن إيسي شخص كويس، لأن بالنسبة له فكرة شيطان كويس مش موجودة. آسيا بتطنشه وبتقف بثبات قدام إيسي وبتصر إنه ملوش نوايا سيئة، لكن كلامها بيزود ضيق فريد اللي في نوبة غضب بيجهز عشان يهاجمها. إيسي مش قادر يشوفها بتعاني، بيستدعي السيكريت جير بتاعه وبيحاول يدافع عن نفسه، بس مفيش فايدة لأنه غلبان خالص، لأن فريد بيصد وبيتصدى بسهولة لكل حاجة إيسي بيرميها عليه. وفي اللحظة اللي الموقف بيوصل فيها لنقطة حرجة بتظهر دايرة سحرية بتلمع، ورياس مع فريقها بتقتحم المكان في الوقت المناسب بالظبط. قبل ما القتال يبدأ أكينو بتأكد بهدوء إن الوقت ده مش مناسب للقتال، لأن الخطر كبير جدا ومواجهة فريد دلوقتي هتبقى تهور. رياس بتوافق وبتأمر الفريق بالانسحاب وهم بيجهزوا للمغادرة. إيسي بيتوسل إليها إنها تاخد آسيا معاهم لأن مش عايز يسيبها وراهم، بس رياس بترفض لأن أعضاء عائلتها بس هم اللي يقدروا يسافروا عن طريق الدايرة بتاعتها، وآسيا مش منهم. ما بقاش قدام إيسي هيودو أي اختيار تاني، فبيضطر يمشي وهو بيعيط في صمت ومش عارف إذا كان هيشوف صاحبته تاني ولا لأ. بعد ما بياخد حضن جامد من رياس جرياموري بيكتشف إن الحياة بقى ليها معنى تاني بعد ما خلصت مشاركة طاقتها السحرية معاه، لأنه مش بتتدخل عشان تلفله جروحه. كيبا بيوضح إن فريد سيلسن هو طارد أرواح ضال، عضو ساقط من الكنيسة وبيشتغل دلوقتي لحساب الملائكة الساقطين. إيسي بيلاقي نفسه مش قادر يتخلص من انجذابه لآسيا أرجنتو، فبيحاول يشتت نفسه وبيروح الجنينة عشان يعمل رياضة، بس محاولته دي بتكشف إن قوته ضعيفة زي قدرته على التحمل. فجأة بيشوف آسيا قريبة منه، وبعد كده في مطعم بتوضح إنها كانت بتاخد استراحة وقررت تروق شوية. لما بيشوفها تاني إيسي بيفرح وبيقول لها يقضوا اليوم مع بعض. بناء على نصيحته بيروحوا صالة ألعاب الفيديو، وآسيا بشكل مفاجئ بتثبت إنها رهبة جامدة في الألعاب، وهو على أمل إنه يبهرها. إيسي بيكسب لعبة ويديها لها، وده بيخليها فرحانة جدا، وهي حضنت اللعبة بقوة بتبدأ تفكر إن ممكن تكون دي آخر مرة تستمتع بلحظة زي دي. وهما خارجين إيسي بيتوجع في دراعه، ومن غير تردد آسيا بتستخدم سحرها عشان تعالجه تاني، لكن لما بيشوفها راكعة على ركبتها إيسي بيحس إن الدم بيتجمع في منطقة حساسة عنده، فبيقوم وبيبدأ يعمل رياضة قبل ما الموقف يسوء. بعد ما بيتعافى بيمدح آسيا، وده بيشجعها إنها تتكلم بصراحة عن ماضيها، وبتكشف إن أهلها سابوها بعد ما اتولدت بفترة قصيرة واتربت في كنيسة أوروبية. وقت طفولتها شافت كلب مجروح ودعت بإخلاص عشان يخف، وبمعجزة دعائها استجيب. سمعتها انتشرت بسرعة، وفي الآخر اتنقلت لكنيسة أكبر واتكلفت بمهمة شفاء المؤمنين، لكن مصيرها خد منحنى مظلم في اليوم ده لما استخدمت قوتها عشان تعالج شيطان مصاب، وبسبب ده الكنيسة طردتها فورا ووصفتها إنها كافرة. بعد ما مشيت الملائكة الساقطين استقبلوها وعرضوا عليها مكان جديد تنتمي إليه. بالرغم من الخيانة دي آسيا مش شايلة أي كره للحاكم، وبتقول لإيسي إنها كبنت وحيدة كل اللي عايزاه هو إن يكون ليها أصحاب. وهي بتحكي قصتها إيسي بيأكد لها إن بالرغم من اختلافاتهم هي ممكن تعتمد على صداقته. في اللحظة دي ريئينار بتظهر وبتقاطع هدوءهم، وبتأكد إن لسه بدري عليهم إنهم يتبادلوا وعود. آسيا بتفضل ثابتة وبتقول لريئينار إنها مش هتخدمهم تاني، ورافضة تشترك في أي أفعال تضر غيرها. إيسي كمان بيتقدم لقدام وبيحاول يمشي ريئينار، بس هي بتستدعي رمح النور بتاعها وبتوضح نواياها. إيسي بيستدعي السيكريت جير بتاعه، وده بيخلي ريئينار تبتسم بسخرية، وبتوضح إن الجير بتاعه اللي معروف باسم بوستد جير ممكن يضاعف قوته بس لفترة قصيرة بس. بعدين بتطلب منه إنه يسلم لها آسيا، بس إيسي بيرفض وبيقول إنه مش هيقدر يسيب حد يعتبره صاحبه. قبل ما يقدر يشغل قوته ريئينار بترمي رمح نور بيخبط في صدره مباشرة وبيسبب له جرح عميق. آسيا بتجري بسرعة عشان تعالجه، وأول ما السحر بيشتغل إيسي بيدرك إنه مبقاش حاسس بوجع. ريئينار بتشوف ده وبتطلب تاني إن آسيا ترجع معاها، وبتكشف إن البنت معاها سيكريت جير نادرة اسمها توايلايت هيلينج، وإنها على عكس بتاعته ليها قيمة حقيقية. آسيا بتدرك إن ريفينار كانت مهتمة بقوتها، بس ريفينار وهي مش فارق معاها بتعترف إنها متعبتش كل التعب ده عشان تتكلم عن المشاهير، وهو شايف قد إيه ريئينار قاسية. إيسي في الآخر بيتوسل عشان سلامة آسيا. الملاك الساقط بيرد وبيقدم له عرض، وبيقول إن لو آسيا راحت بإرادتها هو هيتنجي، وعشان تثبت إنها مش بتهدد بس بترمي رمح تاني، بس بتتعمد إنها متصيبوش عشان تأكد سيطرتها. آسيا وهي حاسة إنها محاصرة وميؤوس منها عشان تحمي إيسي بتوافق إنها تروح مع ريفينار تحت وعد إن بعد الطقس الجاي كل ألمها هينتهي. إيسي لوحده دلوقتي بيلعن ضعفه، ولما بيرجع لبيت النادي رياس على طول بتضربه بالقلم وبتفكره بشدة إن قضاء وقت مع حد زي آسيا خطير ومرفوض.
لأول مرة إيسي بيعترض وبيقول لرياس إنه هيمشي وهو متأكد إن غيابه كبيداء مش هيتلاحظ. رياس بالرغم إنها متضايقة بوضوح بتقول له العكس، وبتوضح إن عنده إمكانية تطور فريدة، خصوصا لما يتجمع مع سيكريت جير زي بتاعه اللي بيكبر حسب قوة إرادته. أكينو هيميجيما بتدخل وبتوشوش رياس في ودنها، وده بيخليهم يمشوا على طول. إيسي هيوده لوحده تاني بيراجع كلامها في دماغه، وبيدرك إنه ممكن ياخد ترقية لو هزم واحد من أعدائها، وبالمنطق ده بيقرر إنه يواجه الملائكة الساقطين عشان ينقذ آسيا. ولسه على وشك إنه يمشي بيوصل كيبا وكونيكو توجو وبيقولوا إنهم هيرافقوه. في الوقت ده رياس وأكينو بيوصلوا الكنيسة وبتستقبلهم ملاك ساقط اسمها ميتلت. رياس ما بتضيعش وقت في استفزازها وبتأكد إن فريقها دخل الكنيسة من غير مقاومة، في حين ميتلت بتأكد بثقة إن اللي تحت إيديها مش هيتهزموا بالسهولة دي. جوه الكنيسة إيسي، كيبا وكونيكو بيجهزوا استراتيجيتهم. إيسي بيشكرهم على دعمهم، وكيبا بابتسامة خفيفة بيقول إنه سعيد إنه بيساعد، خصوصاً لأنه شايل كره عميق للملائكة الساقطين. لما بيوصلوا للصالة الرئيسية في الكنيسة بيقابلوا على طول فريد سيلسن اللي كان متحمس جداً للقتال. كيبا بيتقدم لقدام وبيكشف عن سلاحه المفضل سورد بيرد، سيف الطائر، وهي نصل قادر على امتصاص النور. بره ميتلت بتنادي كالا وارنر ودوه ناسك عشان ينضموا ليها ضد رياس وأكينو. جوه فريد بيتهزم بسرعة بالقوة المشتركة للشياطين، ولما بيدرك إنه ملوش أي فرصة بيقرر ينسحب. إيسي والباقيين بيكملوا طريقهم جوه المبنى، وفي الآخر بيلاقوا المكان اللي فيه آسيا. بس قبل ما يوصلوا ليها بتظهر ري إينار وبتعلن إنهم وصلوا متأخرين جدا لأنه الطقس كان على وشك يخلص. بيبان إن الملائكة الساقطين ما كانوش ناويين يسامحوا في حياة آسيا، وهم بيخططوا إنهم يستخلصوا السيكريت جير بتاعها، بالرغم من إنهم عارفين إن ده هيكلفها حياتها. لما ريئينار بتنجح إنها تستخلص التوايلايت هيلينج من آسيا، ابتسامة خبيثة بتترسم على وشها. بالقوة دي اللي بقت في حوزتها ريئينار بتعتبر نفسها الملاك الساقط المطلق. لما بيشوف ده إيسي ما بقاش قادر يمسك غضبه، وباندفاع العاطفة بيتهور وبيندفع للحركة، وهو مصمم إنه يقطع جناحات ريئينار بعد ما اتحولت بالكامل. كيبا وكونيكو بيفتحوا الطريق بسرعة وسط الفوضى وبيسمحوا لإيسي إنه يجري ناحية المسبح. بس لما بيوصل لآسيا بتكون خلاص سقطت بين دراعاته وحياتها بتبدأ تتلاشى. ريئينار بتسخر منه ببرود وبتقوله خليه يحتفظ بالعروسة المكسورة لو عايز، بس إيسي وهو حابس دموعه بيطالبها إنها ترجع السيكريت جير بتاع آسيا. ريئينار بازدراء بتكشف إنها بتتصرف من ورا ظهر رؤسائها عشان تنفذ الخطة كلها، وإنها دلوقتي لازم تتخلص منهم كلهم. إيسي وهو متأثر ومكسور بيعترف إنه فعلا كان عنده مشاعر ليها، بس ريئينار بتنفجر في الضحك وبتذله أكتر، وبتتريق على أوهامه وبتقوله إنها عمرها ما هتبص لحد زيه. في الوقت ده بره الكنيسة الملائكة الساقطين مش قادرين يعدوا حاجز أكينو. جوه تاني ريئينار بتكمل سخرية لحد ما إيسي بيخبط في الأرض. قبل ما تقدر تهاجمه بطعنة مميتة إيسي بيشيل آسيا في دراعاته وبينجح إنه يهرب، في حين كيبا وكونيكو بيفضلوا ورا عشان يواجهوا الأتباع. إيسي بيهرب من الكنيسة والدموع في عينيه وبيودي آسيا لكنيسة صغيرة فاضية قريبة. في الصمت ده إيسي بيقول للبنت الضعيفة إنه دايما هيحميها، بس آسيا اللي بالعافية قادرة تتكلم بتشاركه إن الوقت اللي قضته معاه كان أسعد وقت شافته في حياتها. إيسي بيتأثر لحد البكاء وبيوعدها إنها أول ما تخف هيقدمها لأصحابه، بالرغم إنهم ممكن يحاولوا يتمادوا معاها. للأسف الخطط دي بتتدمر لما آسيا بتموت في هدوء بين دراعاته. إيسي وهو متدمر بيبدأ يعيط بحرقة وبيستسلم للدعاء وبيترجى الحاكم إنه يرجع آسيا، وهو مصدق إن حد طيب زيها مسواش المصير ده، لكن كلماته بتختفي في الصمت وبيوصل لإدراك إنه فاسد زيادة عن اللزوم عشان السما تسمعه. فجأة ريئينار بترجع وبتسخر من صلواته اليائسة في نفس الوقت اللي فيه ميتيلت، دوهناسك وكالا وارنر بيضحكوا على سذاجة إيسي من بره، لحد ما رياس في الآخر بتفقد صبرها وبتطلق غضبها على التلاتي الساقط. جوه الكنيسة التاني ريئينار بتوري جرح في جنبها اللي عمله كيبا، ومن غير تردد بتستخدم التوايلايت هيلينج المسروق من آسيا عشان تعالج نفسها، وبتعلن بغطرسة إنها دلوقتي لا تقهر. إيسي بيواجهها تاني وبيقول إن كل اللي عملته كان غلط. ريئينار بترد بمنطق بارد وبتأكد إن ده كان مصير آسيا دايما، لأن البشر اللي معاهم سيكريت جيرز بيتم خوفهم ورفضهم. إيسي وهو مش قادر يتقبل ده بينهار، بس بدل ما يستسلم لليأس بيوجه غضبه، ومع البوستد جير بتاعه اللي بيلمع بيشن هجوم شرس بيتجاوز حدوده وبيرمي ريفينار الناحية التانية من الأوضة. إيسي هيودو وهو ضعيف وعلى وشك الانهيار بيسنده كيبا اللي بيقدم له الدعم. بعد فترة قصيرة رياس والباقيين بيوصلوا وبيدوا البطل فرصة عشان يتنفس.
كونيكو توجو بتاخد ريينار ترجع بيها للكنيسة الصغيرة، ورياس بتخبر إيسي إن التلات ملايكة الساقطين اللي كانوا بره تم تحييدهم. عشان تسحق غطرسة ريفينار لآخر مرة، رياس بتكشف ليها إن السيكريت جير بتاع إيسي اللي كانت بتقلل من شأنه هو في الحقيقة البوستد جير، قوي بما فيه الكفاية إنه ينافس الحاكم والشيطان حسب إرادة اللي بيستخدمه. قدام خطورة الموقف، ريينار بترجع لتنكرها البريء كيوما، نفس البتات اللطيفة اللي إيسي خرج معاها في ميعاد، وبتتوسل عشان الرحمة. بس إيسي المرة دي بيقول لها تمشي ويسلمها لرياس اللي بتنهي اللي هو بدأه، وبتتخلص من ريينار بهجوم سحري. بعد ما ريينار بتمشي، رياس بتسترجع التوايلايت هيلينج وبتقول لإيسي إن ممكن يقدروا يرجعوا لصاحبته الحقيقية بحذر. إيسي بيحط السيكريت جير تاني في صباع آسيا، وهو غرقان في الذنب لأنه مقدرش يحميها في الوقت اللي كانت محتاجاه فيه أكتر، وهي فاهمة قد إيه هو حاسس بوجع. رياس بتطلع قطعة شطرنج ايفل بيس فيل بيشوب، وبتوضح إن آسيا بقواها العلاجية ممكن تبقى حليفة قيمة للعيلة. من غير تردد بيحاول يحيي آسيا عن طريق إعادة بعثها كشيطانة. بمعجزة آسيا بتفتح عينيها وإيسي بيحضنها وهو مش قادر يمسك دموع الفرحة. رياس بتراقب اللحظة دي بحب وبتقوله بلطف إن سلامة آسيا دلوقتي مسؤولية إيسي. تاني يوم إيسي بيرجع للنادي ورياس بتسأله عن تعافيه، هو بيأكد لها إنه خف بالكامل وبيهزر معاها وبيقول إنه جاهز لأي خدمة مطلوبة. رياس بتبتسم وبتمدحه على إنه البيفداء الأكتر ثقة عندها. قبل ما الموقف يبقى عاطفي زيادة عن اللزوم، رياس بتهزر مع إيسي وبتنبهه إن صاحبته الجديدة ممكن تغار. في اللحظة دي بالظبط آسيا بتدخل وبتبان إنها متضايقة من القرب اللي بين الاتنين. لما بتبدأ تدعي زي العادة، فجأة بتحط إيديها على راسها وهي حاسة بوجع حاد. رياس بتخبرها بهدوء إنها كشيطانة مبقتش تقدر تدعي للحاكم من غير ما تتأذي. بعدين بتسألها لو ندمانة على التحول ده، بس آسيا بترد بامتنان وبتقول إنها مبسوطة لأنها دلوقتي تقدر تفضل جنب إيسي وهو عنده فضول بيسألها عن خططها الدراسية، وآسيا بتكشف إنها دلوقتي هتحضر أكاديمية معاه. رياس بتوضح إن بفضل نفوذ عيلتها في مجلس إدارة الأكاديمية هي حركة كام خيط عشان ده يحصل. بعد فترة قصيرة بتدخل كونيكو مع أكيانو اللي بتكون شايلة كيكة احتفال، وعيلة جريموري كلها بترحب بآسيا بأذرع مفتوحة. الصبح تاني يوم لما إيسي بيدخل مقر النادي، بيشوف كونيكو وهي بتتمرن وبيتحمس على طول، وهو بيبدأ يتخيل مواقف مع آسيا. قبل ما أفكاره تبقى أكتر تهورا، بيحاول يتجسس على الحمام اللي آسيا بتستحمى فيه، بس كونيكو بتضربه على دماغه وبتقوله بصراحة لازم يسيطر على نفسه. بعدها بكام لحظة آسيا بتطلع وهي لابسة فوطة بس، وبتسأله هو بيعمل إيه هنا. إيسي وهو متفاجئ ومتلبس بالجرم المشهود بيحول الانتباه بسرعة، وبيفتح كلامه بيسألها ليه هي في النادي بدري كده. آسيا بترد بفرحة إن رياس سمحت لها تعيش مؤقتا في مقر النادي لحد ما يلاقوا مكان مناسب ليها. بعد كده في نفس اليوم، رياس بتشد إيسي على جنب عشان تقوله إنه محتاج يبطل يكون ضعيف ويتمرن أكتر. بتعلن إنها من دلوقتي هي اللي هتدربه على المعركة شخصيا. إيسي زي ما هو بيهزر وبيقول إن عنده دافع كل يوم بفضل سحرها، وبكده بيخرج عشان يوزع دوائر سحرية للاتفاقات. الصبح تاني يوم رياس بتلم إيسي عشان التدريب، وبالرغم من إنه بيحاول يغازلها عشان يهرب من التدريب وبيقول يعملوا تمارين بديلة في السرير، هي بترفضه على طول. في الآخر بتدفعه إنه يكمل التدريب بدافع إنه يبقى ملك الساحة المطلق. رياس بتقعد على ظهره وهو بيعمل تمارين ضغط، وده بيخلي إيسي هيمان، وهي بتحس إنه شارد الذهن. بتقول له يركز ويبطل يكون مشاغب. في اللحظة دي بالظبط بتظهر آسيا، وده بيخلي رياس تقطع التدريب وبتعلن إنهم رايحين بيت إيسي، وده في الأول بيحيره، بس بيكتشف بسرعة إن رياس خططت لكل حاجة عشان آسيا تعيش مع إيسي وعيلته. لما أهل إيسي هيودو بيرحبوا بآسيا أرجنتو، بيسألوا ليه بنت لطيفة زي دي عايزة تعيش مع واحد زي ابنهم بإرادتها. آسيا بتوضح بأدب إن إيسي كان طيب معاها ولذلك هي بتثق فيه. بالرغم من سمعة ابنهم، أهل إيسي بيكونوا مبسوطين جدا لما بيسمعوا إن في حد شايف فيه إمكانيات. رياس بتضيف إن آسيا بتخطط إنها تبقى زي خطيبة لإيسي، وده بيفرح أهل إيسي أكتر لأنه كانوا فاكرين إن مفيش ست هتبصله. تاني يوم في الأكاديمية، آسيا بتعرف نفسها على الفصل، وزي ما هو متوقع ماتسودا وموتوهم ما بيفحصوها فورا باهتمام كبير. لما بتذكر إنها عايشة مع إيسي، شلة الأولاد بتضايق إيسي وهما مليانين حقد. وفي الوقت اللي إيسي فيه بيستقبل الشتيمة، بيلاقي شوية عزاء وهو شايف آسيا بتتصاحب على بنات الفصل لحد ما بيسمعهم وهم بينبهوا آسيا إنها تقفل باب أوضتها بالليل عشان إيسي ميقدرش يعمل أي حاجة مش كويسة. بعد الحصص إيسي بيركب العجلة ورا آسيا قاعدة وراه، وللحظة بيستمتعوا بالفسحة، بس اللحظة دي بتنتهي أول ما بيوصلوا لمقر النادي ورياس بتسلم عليهم، وإيسي بيلاحظ إنها أكتر جدية من العادي. هي بعد كده بتخبر إيسي إن ده الوقت عشان يجهز لظهوره الرسمي كشيطان. إيسي وهو قلقان بيحس إن لسه بدري قوي على آسيا إنها تبدأ تعمل اتفاقات مع ناس متعرفهاش،
لكن أكينو هيميجيما بتوصل وبتأكد له إن آسيا قوية جدا بالفعل لأنها في منصب الفيل بيشوب، وده أقل من رتبتها هي بس في القوة السحرية. في الوقت اللي الكل فيه بيسقف لإمكانيات آسيا، يسي مش قادر يمنع نفسه من إنه يحس بغيرة بسيطة من تقدمها السريع، وهو مصمم إنه يفضل جنبها. بيطلب إذن عشان يرافق آسيا وهي بتتعود على العالم الخارجي، بس رياس بترفض وبتبعته يروح يخلص واجباته في الاتفاقات. لما بيوصل للمكان اللي المفروض يروحه، يسي بيتصدم لما بيلاقي راجل ضخم العضلات لابس لبس ممرضة مستنيه. بالرغم من إنه عايز يجري، يسي بيجمع شجاعته وبيسأل العميل إيه هي رغبته. الراجل بيكشف إنه بيحلم إنه يبقى بنت سحرية، بس يسي بيوضح إنه إلا لو اتجسد في عالم تاني مفيش طريقة حقيقية ده يحصل. الراجل بيقبل النصيحة على مضض، ويسي بيرجع تاني من غير ما يخلص أي اتفاق ناجح. تاني يوم في حصة الرياضة، يسي بيفكر إزاي رياس وبخته لأنه فشل تاني، وهو محبط بيروح عيادة المدرسة عشان ياخد غفوة، بس لما بيصحى بيلاقي رياس نايمة جنبه من غير ما تكون متغطية بالكامل. يسي بيفكر يلمسها، بس أول ما بيكون على وشك يعمل كده، رياس بتصحى وبتمسكه متلبس. رياس بتعرض عليه اتفاق وبتقول إن لو عايز يلمسها لازم الأول يعمل اتفاق ناجح رسميا. يسي بيقبل التحدي وهو عنده إصرار جديد ودافع بيوعد رياس. في الليلة دي في أوضة النادي، رياس بتقول إنها هتيجي معاه في الشغل الجاي، وإيسي بيحس بثقة وهو متأكد إن وجودها هيضمن له النجاح. بيتنقلوا فجأة عن طريق الدايرة السحرية وبيلاقوا نفسهم في شقة مليانة بديكور ياباني تقليدي، وبيعرفوا على طلبة أجنبية اسمها ميلتان. الرغبة الأولانية لميلتان هي إنها تسترجع مذكراتها الجامعية اللي ضاعت. إيسي بيوافق بالرغم من إنه محتاس ليه دايما بيجذب عملاء غريبين الأطوار. بعد ما بيخلص الشغل بيجهز عشان يمشي، بس ميلتان بتطلب طلب تاني وبتكشف إنها معجبة بحد، بس هي خجولة زيادة عن اللزوم إنها تعترف. إيسي وهو عارف إنها أوتاكو مهووسة بيقولها تكون صريحة ببساطة، بس رياس بتتدخل وبتنصحها إنها تكتب جواب حب. ميلتان بتعجب بالفكرة وإيسي بيساعدها في تسليم الجواب. تاني يوم الشخص اللي هي معجبة بيه بيظهر وبيقبل مشاعر ميلتان. لما بيشوف الاتنين سعداء، إيسي بيجيله أمل إن ممكن هو كمان يلاقي الحب الحقيقي في يوم من الأيام. بعد ما مهمته بتخلص، يسي بيروح لرياس وبيطالب بالمكافأة الموعودة. رياس بتهزر معاه وبتقول إنها هتعد لحد 10 وهو يقدر يعمل اللي هو عايزه في الوقت ده. يسي بيبدأ يتوتر ومش عارف يعمل إيه الأول، بس قبل ما يقدر يعمل أي حركة، كيبا والباقيين بيدخلوا وبيقطعوا اللحظة. وهي ملاحظة يأسه، رياس بتحضنه بلطف وبتخفف من إحباطه. أكينو وهي بتراقبهم من على جنب بتتساءل في سرها لو رياس بدأت تقع في حب خادمها. في الوقت اللي يسي وآسيا بيجهزوا عشان يخرجوا لروتينهم اليومي في توزيع الدوائر السحرية، رياس بتعلن إن ده هيكون آخر أسبوع هيضطروا يعملوا فيه الشغل الأساسي ده. لكن قبل ما يسي حتى يبدأ يحتفل، رياس بتضيف إنهم لازم الأول يلاقوا عائلة فاميليار تتولى المهمات دي في المستقبل. عشان تدي مثال، رياس جريموري بتكشف عن العائلة بتاعتها وهي خفاش صغير ممكن يتحول لست. بعد فحص أدق، يسي هيودو بيدرك إنها نفس البنت اللي ادتله المنشور وقت ميعاده المشؤوم مع ريتينار. بعد كده أكينو هيميجيما بتكشف عن عائلتها وهو شيطان عنصر طبيعي صغير، وكونيكو توجو بتعمل نفس الشيء وبتعرض صاحبتها القطة وهي نيكوماتا اسمها شيرو. ولسه كيبا هيتقدم عشان يوري عائلته، يسي بيقاطعه وبيقول إنه مش مهتم يشوفه. ده بيخلي رياس تشرح أهمية العوائل بالنسبة للشيطان. آسيا عندها فضول وبتسأل إزاي ممكن حد يلاقي عائلة، بس قبل ما رياس ترد، سونا ستري بتقاطعهم. رئيسة مجلس الطلبة بتيجي ومعاها فريقها، وأكينو بتوطي عشان تهمس لإيسي إن سونا زي رياس شيطانة من طبقة عالية من عائلة ستري. بعد كده سونا بتقدم رسميا خادمها الجديد اللي اسمه سايري. في المقابل رياس بتعلن بفخر عن انضمام إيسي وآسيا لعيلتها على أمل إنها تعمل علاقة بسبب لقبهم المشترك. إيسي بيقرب من سايري، بس لدهشته سايري بيرد بازدراء وبيقول إن مجرد وجوده في نفس الأوضة مع إيسي حاجة مضايقة ليه. قبل ما إيسي يقدر يتفاعل، سونا بتوبخ سايري وده بيخليه يعتذر لإيسي، بالرغم من إنه بعد كده بيركز انتباهه على آسيا وبيبدأ يغازلها بوقاحة. في الوقت ده سونا ورياس بيتناقشوا إزاي بيخططوا عشان يساعدوا اللي تحت إيديهم إنهم يحصلوا على عوائل، لكن بما إن عيلة شيطانية واحدة بس هي اللي تقدر تروح غابة العوائل في نفس الوقت، بيتفقوا إنهم يحلوا موضوع الدور ده بماتش تنس. رياس بتتحالف مع أكينو، في حين سونا بتختار ملكتها تسوباكي شينرا. في وقت قصير حشد من الطلبة بيتجمعوا حوالين الملعب عشان يتفرجوا على الماتش اللي بيخلص بتعادل، وده بيجبر البنات إنهم يحددوا ماتش كرة كرات دوج بول بين العيلتين في نفس الليلة. يسي بيوزع ربطات شعر على زمايله في الفريق كعلامة على الوحدة. بعد لحظات سونا وفريقها بيوصلوا واللعبة بتبدأ بكل قوتها. في غضون ثواني كونيكو بتخرج من اللعب بتتألم وشدة الماتش بتزيد، بس إيسي بيكون مركز على حركات البنات أكتر من اللعب.